يبدو أن سنة 2023 أبت ألا تغادر حتى تجري معها رؤوس كبار في عالم المال والأعمال والسياسة، فلم يكن يتوقع أشد المتشائمين أن تاجر المخدرات اسكوبار الصحراء سيقود مسؤولين من الوزن الثقيل إلى خلف أبواب سجن عكاشة. تاريخ الجمعة 22 دجنبر 2023 سيتذكره كثيرا من رجال السياسة والرياضة، ففي الساعات الأولى من هذا اليوم استقبل سجن عكاشة شخصيتين بارزتين في عالم السياسة والرياضة ضمن مجموعة تضم 23 مشتبها فيهم في قضية خيوطها متشعبا يتداخل فيها الاتجار الدولي للمخدرات بالتزوير والنصب وجرائم أخرى ثقيلة ستتبين في قادم الأيام. اسم اسكوبار الصحراء أحدث رجة كبيرة داخل المشهد، وتصدر عناوين الصحف، وظل متسمرا في النقاش العمومي المغربي، فمن يكون وما هو تاريخه. مجلة جون أفريك ذائعة الصيت كانت سباقة لكشف خيوط القضية بنشرها تفاصيل مثيرة عن اسكوبار الصحراء أو الحج أحمد بن إبراهيم المزداد سنة 1976 في كيدال بمالي، في منطقة تخيم عليها الرمال من كل جهة، من مغربية أصولها من مدينة وجدة وأبو مالي. جاء اسكوبار الصحراء إلى عالم المخدرات من باب الصدفة، كان رجلا عاديا ابن راعي الإبل، إلا أن لقائه بمشاركين في رالي باريس دكار كانت نقطة التحول في مساره، وفتحت له الباب على مصراعيه للتعرف على مسارات الصحراء وخباياها في منطقة وعرة، ولا يعرف خبياها إلا تجارة للسلاح والمخدرات. الرجل طلب وده كبار رجال القارة، ومنهم سيف الإسلام القذافي الابن الثاني للزعيم الليبي الأسبق معمر القذافي، وأسماء كثيرة دونت في كتاب التاريخ الأفريقي. معرفته العميقة بخيوط الصحراء المتشعبة قادته ليكون المطلوب رقم واحد في بورصة عمالقة المخدرات، من خلال ضبطه تفاصيل الساحل الإفريقي وكسب ثقة الأفارقة الذين من الصعب ولوج قلوبهم، ليتمتع بذلك بمقومات قليلا ما تجتمع في شخص واحد ليطلق العنان لدهائه في المنطقة الأخطر في العالم. بدأ منذ البداية كبيرا استعمال الطائرات الصغيرة لنقل الكوكايين في البداية من أمريكا اللاتينية إلى الغرب الأفريقي وساحل العاج والسنغال وغينيا بيساو والسيراليون، ليبدأ المرحلة الثانية من خلال تحويل هذه الكميات من المخدرات سواء برا عبر مالي وللنيجر والجزائر وليبيا ومصر، أو بحرا عبر للسواحل المغربية ثم أوروبا.